بعد معكم مشاهدينا إلى حلب، ومعي هناك السيد محمد الحلبي الناطق الإعلامي باسم اتحاد التنسيقية في حلب. أهلا وسهلا بك مرة أخرى سيد محمد. نعم، السلام عليكم. حدثنا عن آخر التطورات بعد ما حدث في تشريع الشيخ عبد الواحد من بلاوي والتقاء 4 شهداء تم تأكيد مقصدي يعني من قبل الهيئة العامة ومن قبل لجان التنسيق ومن قبل كذلك الشبكة السورية لحقوق الإنسان. ماذا لديك من تطورات؟ نعم سيدي الكريم، وصلنا حتى هذه اللحظة أسماء 4 شهداء تم توثيقهم. هم الشهداء منهل محمد ومحمد جعفر وفادي نجار، والشهيد الرابع هو يوسف إبراهيم عفوا. استشهدوا هؤلاء نتيجة إطلاق الرصاص على التشييع الذي خرج قبل قليل في حي الإذاعة. هناك 6 شهداء آخرين لم نتوثق من اسمهم حتى هذه اللحظة. الحصيلة قد يعني ترتفع بشكل كبير نتيجة أن هناك الكثير من الإصابات الخطيرة. قوات الأمن داهمت العديد من المنازل في حي الإذاعة وسيف الدولة بحثا عن الجرحى لتقوم بخطفهم ومنع إسعافهم. قامت بمحاصرة العديد من المشافي الذي وصل إليها أكثر من 30 جريح حتى هذه اللحظة لتقوم بمنع إسعاف هؤلاء الجرحى ولتقوم بخطفهم. خرجت العديد من المظاهرات حقيقة سيدي نصرة لهذا الحي وتخفيف الضغط عليه. خرجت مظاهرات في حي الفردوس وطريق الباب، بالإضافة إلى مظاهرتين في سيف الدولة وحي صلاح الدين. هناك حالة غضب شديدة في الشارع في مدينة حلب نتيجة ما حصل اليوم من مجزرة حقيقية على يد ميليشيات وعصابات الأسد. أيضا سيد الكريم يعني كان هناك إطلاق رصاص حتى على المظاهرات التي خرجت في حي الفردوس وحي صلاح الدين لتفريق المتظاهرين. هذا النظام جن جنونه بعد المظاهرات الحاشدة التي انطلقت بالأمس في مدينة حلب. أكثر من 45 مظاهرة بالأمس خرجت في مدينة حلب وحدها، وبالتالي النظام بدأ يعي تماما بأن هذه المدينة خرجت تماما عن سيطرته. أيضا سيدي الكريم وردنا أنباء قبل قليل بأن هناك إطلاق رصاص كثيف عند المحكمة العسكرية في حي الجميلية، إلا أننا لم نتأكد حتى هذه اللحظة هل هي اشتباكات بين الجيش الحر وبين كتائب الأسد أم هي مجرد يعني لعبة من النظام لخلق المزيد من البلبلة في هذه المدينة. سيد محمد، هل يمكن أن تصل كتائب الجيش السوري الحر أو أفراد من كتائب الجيش السوري الحر إلى المحكمة العسكرية في قلب المدينة؟ نعم بالتأكيد، سبق وأن وصلوا إلى فرع الأمن العسكري وكتيبة حفظ النظام عندما تبنى العقيد رياض الأسعد تبنى عملية لهم في كتيبة حفظ النظام الموجودة في حي العرقوب في وسط حلب، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الاشتباكات التي حصلت في حي حلب الجديدة في السابق كانت اشتباكات عنيفة، وبالتالي الجيش السوري الحر لديه القدرة إلى الوصول إلى قلب مدينة حلب. في خلال 10 أيام الماضية استطاع لواء أحرار حلب من قتل عقيدين وعميد، وبالتالي يستطيع الجيش الحر من ضرب يعني مراكز النظام في قلب مدينة حلب. نعم. لك سؤال سيد محمد وبالله إلى مشاهدينا من خلال صفحة سوري المباشر على الفيسبوك. بعد اتقاء من 10 شهداء حتى اللحظة في قلب مدينة دمشق بالأمس في حي الضامن واليوم في حلب، منذ ليلة البارحة حتى اليوم التصعيد منهج على مدينة دمشق وحلب. ما هي كانت هذا التصعيد بنسبة عصابة الأسد؟ موضوعنا ثلاث خيارات. هل ستكون هذه النتائج ترتيب المدينتين وتحقيق الناس الآن الساحل سينقلب على الساحل أمام لم تكن هناك أي نتائج على المدى القريب؟ يعني سيد الكريم، هو قبل قليل الإعلام السوري الكاذب خرج ليقول بأن هناك عصابات مسلحة في مدينة حلب هاجمت تشييع وتسببت في مقتل العديد من المواطنين. هؤلاء الكاذبين يقومون بمثل هذه الفبركات لكي يعني يوهموا أهالي مدينة حلب بأن هناك بالفعل عصابات مسلحة تهاجم المتظاهرين، وبالتالي يخشى المواطن في حلب أن يخرج في مظاهرة أو يخرج في تشييع. ولكن هذه الافتراءات أصبحت يعني تافهة جدا، أصبحت مملة ولم يعد أحد يصدقها لا في سوريا ولا في خارج سوريا. الجميع يعلم، حتى عنان نفسه يعلم بأن النظام لم يلتزم بخطته التي تقضي بوقف إطلاق النار وبسحب الآليات حتى في الريف سيد الكريم. حتى هذه اللحظة مدينة الأتارب محتلة، حتى هذه اللحظة القناصة ينتشرون في كل مكان في مدينتي الأتارب وعزاز. الدبابات وعربات البردي منتشرة في محيط أغلب مدن ريف حلب، عنادان وتل رفعت وحريتان والكثير من هذه المدن.
هذا النظام كاذب. بالأمس قتل شهيدان في مدينة حلب، واليوم 10 شهداء، والحصيلة قد تزداد بشكل كبير. هذا النظام لن ينفع معه حل سياسي نهائيا. نطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لكف يد القتل الأسدية عن هذا الشعب. لا تشكيل الجيش كثير حلب هذه الوقت الإعلامي والاتحادي تنسيقيات حلب، وفينا بآخر التطورات والتفاصيل هناك.